السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أحمد شعبان. في ناس بتسألني كتير، أنا جديد في المجال، عايز أشتري توك توك، قدامي توك توك عايز أشتريه، تنصحني بإيه؟ أنا فكرت كتير وقعدت أعمل فيديوهات زي دي كتير، إني يعني آه، أقول لك حل بديل للتوك توك أو حل إن أنت تشتغل فيه. للأسف كانت كل كان كله كلام غير منطقي، فعشان كده مسحت كل الفيديوهات اللي انا كنت بعملها، يعني وانا بنتجها، يعني وانا زي ما بتكلم دلوقتي كده اقول مثلا ايه، اشتغل اقول في فيديو مثلا اشتغل مثلا في انتاج حيواني، في انتاج، الاقي الدنيا متقفلة والكلام كله غير واقعي فعلا. فكل اللي اقدر اقوله لك، انت راجل عايز تشتري توك توك، انت طبعا شايف قدامك الوضع وشايف قدامك كل شيء، وما لقيتش قدامك غير التوك توك، عايز تشتري توك توك صح؟ كل اللي اقدر اقوله لك، استنى شوية، بعد شهر 6، بعد البنزين ما يغلى، وبعد موضوع استبدال التوك توك والكلام ده والترخيص والحاجات دي، الرؤية هتبان أكتر. هيبان إذا كان التوك توك هيفضل يعني هيكون في ربح إن هو يعيشك أو يمشي مصاريفك، ولا بسبب غلاء البنزين وقطع الغيار مش هيجيب همه، وكمان الترخيص هل فعلا ممكن يتمنع ويستبدل بالعربية الفان، ولا كله كلام فاضي؟ كل الكلام ده اللي هيجاوب عليه هي الأيام اللي جاية بعد شهر 6. كل ده يعني هنلاقي إجابات للأسئلة اللي حضراتكم أو حضرتك بتسألني فيها، أو بتفكر فيها. أنت عايز تشتري، الدنيا ضاقت بيك، ما أنتش لاقي حاجة تعملها خالص، مش لاقي وظيفة تشتغل فيها، مش لاقي عمل تشتغل فيه، مش عارف أنت تشغل فلوسك في مشروع، وعايز تشتري توك توك، وعايز نصيحة، اصبر، اصبر لحد بعد البنزين ما يغلى ونشوف ايه اللي هيحصل. هل اصحاب التكاتك هيفضلوا شغالين عليها وهتجيب لهم ربح وهتمشي حالهم، ولا هتكون بداية نهاية التوك توك بسبب الغلاء والكلام ده كله، والناس هتبتدي انها تدور على اعمال تانية مساعدة جنب التوك توك، ولا ايه؟ حاجات كتير واسئلة كتير، الايام اللي هتجاوب عليها. بس وان شاء الله اي جديد او اي حد عنده اقتراح او تعليق او كلمة عايز يقولها يكتبها في التعليقات تحت، و... وربنا يقدم اللي فيه الخير لنا جميعا. كان معكم أحمد شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.